لو انت فاكر كاس العالم شاكيرا وكا وكا ومدرجات مليانه وملونه وماتشات حلوه ومشجعات شقر ولاتين، فاحب اقول لك انك مش شايف غير القشره بس، لان في شعوب دفعت ثمن المتعه دي زي المنتخب الايطالي ومعاناته في مونديال 34. ولو انت فاكر ان اللي بيفوز دايما هو اللي بيستحق، فانت اكيد ما سمعتش عن مونديال فرنسا 38. ولو الملاعب الجميله دي بتعجبك، فاللي ما تعرفوش بقى ان في مونديال 87 الملاعب دي اتبنت على جثث وبيوت الشعب الارجنتيني. خليني احكي لك عن الوجه المظلم لكاس العالم، وهو ده المهم. خلينا نبدا بايطاليا، وخاصه في سنه 1934. البلد في الوقت ده كان بيحكمها الدكتاتور الفاشي موسوليني بدأ يمارس ظلمه وخلى البلد كلها ما فيهاش غير حزب واحد بس، اللي هو اكيد طبعا الحزب الفاشي بتاعه، واي حد معارض ليه كان بيقتله بأبشع الطرق. خلى ايطاليا بلد منغلقه ما فيهاش اي حريه، لدرجه ان هو جرد اي صحفي من هويته كعضو في نقابه الصحفيين، وطبعا قفل كل الصحف والمجلات. وبدل ما يعلم الاطفال الصغيره السلام، لا، ده علمهم ازاي يشيلوا السلاح وازاي يرددوا الاناشيد الفاشيه. موسوليني كان مريض بجنون العظمه، لدرجه ان هو كان بيجبر الناس ان هي تحط صوره في اوض نومهم، وانهم كمان يولعوا له شمع في عيد ميلاده. موسوليني ريحته طلعت وبدأ العالم كله يشم ريحة فساده، وساعتها موسوليني ما شافش غير حل واحد عشان يخرج من المشكلة دي، هي مفيش غيرها، كرة القدم. فقرر انه يحاول بأي طريقة انه يستضيف مونديال 34، واللي كان المفروض اصلا هيتلعب في السويد. لكن ساعتها موسوليني هدد الاتحاد الدولي وضغط عليهم وقال لهم ان البطولة لازم تتنقل ايطاليا، وفعلا ده حصل، واصبح ده اول مونديال في التاريخ يقام في دولة اوروبية. عشان كده الاوروجواي ما شاركتش اصلا في البطوله، وده يعتبر رد على الحركه اللي عملتها الدول الاوروبيه اللي ما شاركتش في النسخه الاولى، واللي منهم طبعا ايطاليا. بالاضافه ان في منتخبات ما شاركتش في البطوله بسبب الخوف من ديكتاتوريه موسوليني عموما. للعلم مصر شاركت في البطوله ديت، وكانت اول منتخب افريقي يشارك في كاس العالم. وطبعا مش حابب اقول لك ان موسوليني كان بيختار الحكام على مزاجه، وكان بيجبر المنتخب الايطالي والفرق المشاركه ان هي تأدي التحيه الفاشيه غصب عنهم. البطوله كانت بنظام خروج المغلوب، وبدات البطوله بفوز ايطاليا على امريكا 7-1 عشان ايطاليا تقابل اسبانيا في ربع النهائي، في مباراه كانت عنيفه ضرب، والحكم طبعا كان عامل نفسه من بنها خايف من موسوليني، عشان بعد ما تخلص المباراه بالتعادل، وعلى فكره هم لعبوا وقت اصلي واضافي، عادوا الماتش تاني وكسبت ايطاليا 1-0 بهدف جوزيبي مياتزا. صعدت ايطاليا للنهائي وهتلاعب تشيكوسلوفاكيا في ملعب الحزب الفاشي قدام 55,000 متفرج، وعلى راسهم موسوليني اللي هدد مدرب ايطاليا التاريخي فيتورو بوزو والمنتخب كله، وقال لهم يا تجيبوا الكاس يا تموتوا. والمصيبة حصلت في الدقيقة 76، تشيكوسلوفاكيا بتسجل هدف، وكل الطرق خلاص بتقول إيطاليا هتخسر والفريق كله هيتقتل. لكن ريموند أورسي كان ليه رأي تاني لما حط هدف التعادل في الدقيقة 81 وأنقذ كل لاعيبة المنتخب الإيطالي. في الدقيقة 95 أنجيلي سكافيو يدخل إيطاليا التاريخ ويكسبها أول مونديال ليها، وده بفضل واضح لديكتاتورية موسوليني. التاريخ بيكرر نفسه، وموسوليني استمر في استخدام نفس السلاح، الكورة، لتلميع صورته، والمرة دي في مونديال فرنسا 38 واللي عدى في الدور الأول، وحطته القرعة إنه يقابل فرنسا صاحبة الأرض. موسوليني عمل طلب غريب جدا من لاعيبته، وقال لهم إنه كلهم لازم يلبسوا أسود عشان يخوفوا المنتخب الفرنسي وجمهوره، واللي قرب عددهم في الملعب ل60,000 متفرج. وفعلا بالحركة دي قدرت إيطاليا تكسب فرنسا صاحبة الأرض 2-1 عشان تصعد وتقابل البرازيل في نص النهائي. المنتخب البرازيلي أهدى إيطاليا الفوز بعد ما قرروا إنهم ما يلعبوش نجم الفريق ساعتها ليونايدس دا سيلفا، وبتصعد إيطاليا النهائي وبتقابل المجر. خليني أقول لك بقى إن فريق المجر ساعتها كان يعتبر أقوى فريق في العالم، وعلى مدار البطولة كلها ما دخلش فيه غير جول واحد بس. طبعا كله قال لك خلاص المجر هتفعص ايطاليا، وخصوصا ان ماتشات ايطاليا كلها في المونديال كسبتها بطلوع الروح. الاجواء كانت صعبه في اوروبا جدا، وساعتها كان في صراع سياسي وحرب عالميه والدنيا بايظه، وموسوليني كان يهمه جدا ان يكسب البطوله دي باي طريقه عشان يقدر يلمع نفسه قدام شعبه والعالم. وفعلا مع دخول المنتخب الايطالي لاوضه اللبس لقوا برقيه في الاوضه فيها كلمتين بس: الفوز او الموت. دخلوا اللعيبه الماتش ومش بس عايزين يكسبوا، لا، دول عايزين ينقذوا حياتهم. والغريب بقى ان المجر اللي جه فيها جول واحد بس طول البطوله خسرت قدام ايطاليا في النهائي، وجي فيهم 4 اجوال في ماتش واحد بس. البعض فسر ان الموضوع ده مش طبيعي واكيد حصل تدخل من موسوليني.
لحد ما حارس المجر اعلنها صريحه وقال لك انا سعيد بقبول الخساره ديت لان انقذت حياه 11 شخص. ويقال ان لعيبه المجر تعاطفت مع المنتخب الايطالي عشان شافوا الخوف في عيون اللعيبه، وعشان تكون الفرحه في الماتش ده لايطاليا فرحتين، فرحه الفوز بكاس العالم وفرحه النجاه من الموت من على ايد موسوليني. لكن لو انت مفكر ان دي اسوأ حاجه حصلت في كاس العالم، سمعت عن مونديال 78؟ في سنة 78 الأرجنتين كانت بتقع تحت حكم ديكتاتور جديد اسمه خورخي فيديليا، اللي كان جايب انقلاب عسكري على الرئيسة إليزابيث بيرون، وكانت سنوات حكمه الخمسة من أسوأ المراحل اللي مرت على الأرجنتين. كان بيقتل أي حد بيعارضه، مش بس كده، ده كان بيخطف اطفال المعارضين. الخسه وصلت بيه يدي الاطفال دي للعائلات اللي بتدعمه اللي كانوا محرومين من الخلفه. وصلت اعداد القتلى والمختفيين قسريا في عهده ل 30,000 بني ادم. وفي عز ما الظلم والاستبداد وصل لذروته في سنه 78 والعالم كله سمع بديكتاتوريه وظلم فيديليا، قرر فيديليا يعمل زي ما عمل اللي قبله، زي موسوليني، وقرر انه يستغل كرة القدم عشان يغير الصورة دي عن بلاده ويثبت للعالم كله ان هي مجرد اشاعات وان احنا تمام وما عندناش فقر، والدليل ان احنا بننظم كاس العالم اهو. خليني بقى احكي لك هو عمل ايه عشان يستضيف كاس العالم. في البداية اعتقل اي معارض عشان ما حدش يعترض على تنظيم كاس العالم في عز الظلم والظروف السيئة اللي كانت عايشاها البلاد. ثم قرر انه يتخلص من الفقراء وشبه كان بيدفنهم احياء عشان الضيوف اللي جايين يشجعوا منتخباتهم في كاس العالم ما يشوفوش ولا يعرفوا ان في ناس فقراء بتعاني في البلد دي. وامر بهدم احياء كامله وعمل جدار عشان يخفي بقيه الاحياء الفقيره اللي ما قدرش يهدمها، وكمان زينه بالرسومات. لكن الجدار ده فيما بعد اتعرف باسم جدار العار. الموضوع ما وقفش هنا، وفي عز ما الفقر كان بيضرب الارجنتين والناس ما كانتش لاقيه تاكل، انفقت حكومه فيديليا 700 مليون دولار لتنظيم كاس العالم، واطلقت الحكومه شعار البطوله 25 مليون ارجنتيني ينظمون كاس العالم. والحقيقه ان فعلا 25 مليون ارجنتيني دفعوا ثمن تنظيم المونديال ده. وبعد ما التنظيم خلص جه الوقت بقى انه يفكر ازاي الارجنتين تاخد كاس العالم. خورخي عمل شبه ما عمل موسوليني وهدد لعيبته بالموت او الاعتقال في حاله الخساره، وعشى الحكام، ويقال كمان ان هو رشا فرق، وده اللي هنعرفه دلوقتي. المهم البطوله بدات بجدل تحكيمي في مباراه البرازيل والسويد، وطبعا كلنا عارفين ان البرازيل منتخب قوي جدا، فمن مصلحه فيديليا ان هم يخرجوا من البطوله بدري عشان ما يقابلوش الارجنتين. وفعلا في مباراه البرازيل والسويد في الدور الاول، فبعد ما كانوا متعادلين اتحسبت ركنيه للبرازيل في اخر الماتش، وخلاص الكره في الهوا ورايحه على دماغ زيكو، وخلاص داخله الجون والبرازيل هتاخد ال3 نقط. الكل اتفاجئ والحكم صفر ونهى الماتش، وفي الاخر الجول ما اتحسبش. والتعادل ده كان سبب في ان البرازيل تصعد وصيف مجموعتها بعد النمسا. كمان فيديليا قرر انه يتلاعب ويجيب ماتشات المنتخب الارجنتيني كلها بالليل عشان يعرف كل نتائج الماتشات اللي اتلعبت، ويظبط هو الجدول لنفسه ويشوف هو عايز يلاعب مين وما يلاعبش مين، وعايز يكسب كام كمان. صايع فيديليا. في الجوله الثانيه وقعت الارجنتين مع البرازيل وبولندا بيرو، وكان اللي بيصعد للنهائي فريق واحد بس من الاربعه. الارجنتين كسبت بولندا 2-0 وتعادلت مع البرازيل 0-0، والبرازيل كسبت بولندا 3-1 وكسبت بيرو 3-0. ساعتها الارجنتين اتحطت في موقف صعب جدا، وكانت لازم تكسب ماتشها قدام بيرو بفرق على الاقل 4 اجوان عشان يقدروا يصعدوا للنهائي. خلي بالك بيرو ساعتها كان منتخب قوي جدا، لكن رغم كل ده والقوه دي الارجنتين كسبتهم 6-0. وبصراحه ده شيء يجن ويثبت ان فعلا كان في رشاوي وفساد في البطوله دي، رغم ان الفيفا فشلت ان هي تثبت ده. لكن سايمون كوبر كشف عن ده في كتابه الكوره ضد العدو، وبيقول ان الحكومه الارجنتينيه منحت لحكومه بيرو 35,000 طن من الحبوب الغذائيه، وافرجت عن 50 مليون دولار من ودائع بيرو في البنك المركزي، وكمان ادوهم شويه سلاح فوق البيع. اكتر شخص توجه له اتهامات في البطوله دي هو حارس بيرو ريمون كيروجا، اللي يقال ان هو كان بيمتلك حسابات بنكيه كبيره جدا في البنوك الارجنتينيه، ولو كان ما سابش الماتش ده ما كانش هيطول جنيه من فلوسه، ده غير طبعا انه هيتقتل. وبالطرق المشبوهه دي صعدت الارجنتين للنهائي قدام هولندا. واكيد لما بنقول هولندا بيجي في دماغك يوهان كرويف، اسطوره كره القدم الهولنديه. احب اقول لك انه ما راحش كاس العالم ده. كرويف في لقاء تلفزيوني قبل كده قال انه قبل كاس العالم ده اتهدد بالقتل، وده لو ليه سبب فهي اراءه السياسيه القويه اللي معروفه عنه، واللي منها معاداته لنظام فيديليا واللي شبهه. ومش ده برضو السبب الوحيد اللي منعه من المشاركه. في سنه 77 اتعرض هو وعيلته لعمليه سطو مسلح في برشلونه، شقته اتسرقت وكان قريب جدا انه يتقتل هو وعيلته، ومن ساعتها قرر ان هو ما يبعدش عن عيلته وبلاها كاس عالم.
لانه من الاخر مش هيكون مركز ودماغه هتكون دايما بتفكر في عيلته ومركز معاهم. مش ده المهم، لكن المهم ان حصل شيء عجيب جدا في النهايه. لعيبه هولندا اعترضت وهددوا ان هم ممكن يخرجوا من الملعب بعد ما لعيبه الارجنتين اتعمدت ان هي تاخر الماتش. لعبه نفسيه قذره عشان يزعزعوا ثقه الهولنديين في نفسهم. انتهى المونديال ده، واكيد انت عارف مين كسب. كسبت الارجنتين اول مونديال في تاريخها، لكن الارجنتينيين سموه مونديال العار لان ما انتهتش صرخات المعتقلين اللي كانت بتتعالى ورا جدار العار اللي انشأه فيديليا عشان ما يزعجش الزوار. واترسمت اول نجمه على قميص المنتخب الارجنتيني لكن بدم الارجنتينيين. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.